الجماعة حاطينه في جهة معينة من الخيمة وما ينشاف. فهذول الاثنين جالسين، بعد 5 دقائق قال واحد منهم: يا جماعة كأنه عندكم حالة وفاة. فقال لهم العم حميدي لأنه هو كبير المجموعة، قال لهم: اي والله عندنا حالة وفاة. قالوا: طيب وش سويتوا؟ جهزتوه؟ غسلتوه؟ فقال له العم حميدي: لا والله ما جهزناه ولا غسلناه، ما نعرف والله. قال: أجل حنا اللي بنجهزه وحنا اللي بنغسله. قوموا الآن وشوفوا برا فيه لوح خشب عريض، جيبوه وشوفوا عندكم فيه برميل ماء مقصوص برا الخيمة، جيبوه وجيبوا معاه اللوح اللي جنبه، اللوح العريض هذا، وحطوه لنا جوا الخيمة. ثم فعلا جابوا البرميل المقصوص هذا وحطوا اللوح على حافة البرميلين وكونوا له مثل السرير. ثم قال واحد منهم للعم حميدي: عندكم الكفن وعندكم حرامات، يعني حرامات يعني فوط كبيرة؟ قالوا: نعم عندنا. قال: أعطوني واحدة. أعطوه واحدة، غسلوها، ثم بعد ما غسلوها حطوها على لوح الخشب، ثم أخذوا حرام ثاني أو فوطة ثانية كبيرة وقالوا للعم حميدي: امسكها من طرف وانت امسكها من طرف وغطوا علينا علشان نستر الميت وحنا نغسل الميت. ثم قال واحد منهم: قبل ما نبدأ بالغسيل حنا عندنا 3 شروط. تفضل. يقول لهم العم حميدي، قال: أول شرط اللي ما يصلي لا يجلس معنا هنا، يطلع أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يدخن لا يجلس معنا هنا، يطلع أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واللي ما توضى وما تطهر يروح يتطهر. يقولوا فعلا في ناس مدخنين طلعوا، وفي ناس مدخنين أخذوا الدخان وعلب الدخان وقطعوها ورموها وجلسوا ضالين في الخيمة، وفي مجموعة طلعوا يتوضون. خلاصة الكلام، بدأوا الجماعة يغسلون الميت. أفاضوا عليه الماء، صبوا عليه الماء، ثم قلبوه وصبوا عليه الماء، ثم أجلسوه وعصروا بطنه، ثم نظفوه تماما، ثم وضؤوه. طبعا يغسلون الميامن ثم الشمال، ثم وضؤوه حتى انتهوا منه، ثم رفعوه وقالوا للجماعة: شيلوا الفوطة اللي تحته وحطوا الكفن. وفعلا حطوا الكفن وبدأوا في تكفينه في 3 أكفان، كفن في النص وكفن عند رأسه وكفن عند أقدامه. كفنوه وجهزوه، ثم قالوا للجماعة الواقفين: يلا شيلوه وودوه لللوري، للشاحنة حقتكم، وودوه للقبر. القبر قلنا يبعد عن الخيمة 500 متر. قالوا: طيب تمام. يقول لهم العم حميدي، يقول لهم: تمام تعالوا معانا عشان تروحون معانا. فقالوا لهم: لا أنتوا روحوا وراح تلقونا هناك قبلكم. استغربوا الجماعة، راحوا شالوا الميت وركبوا اللوري. وهم ماشيين باللوري قبل ما يصلون للمقبرة فيه طلعة كده يطلعونها ثم ينزلون للمقبرة. فلما طلعوا الطلعة، يقول العم حميدي: وإذا بالرجلين عند القبر أشروا لنا من بعيد: وقفوا خلوكم بعيدين شوي، علشان قصدهم يحملون الميت ويشيلونه على الأكتاف إلى القبر. وفعلا يقول العم حميدي: جو عندنا وشالوا الميت هم 2 هم بس وإحنا نتفرج حتى وصلوا إلى القبر. ثم قالوا: يا جماعة كلكم متوضين؟ قالوا: نعم. قال: الآن نصلي عليه. ثم وجهوه، وضعوه في اتجاه القبلة، ثم تقدم واحد منهم والثاني بجنبه وتأخر عنه، والمجموعة صفوهم وراهم وكبر يصلي فيهم صلاة الجنازة. وصلى فيهم صلاة الجنازة، ثم سلم على يمينه تسليمة واحدة، ثم نزل واحد منهم إلى القبر والثاني مد له الميت، ثم وضعوه في لحده ووجهوه إلى القبلة، ثم فتح عن الكفن مثل ما هي السنة يا جماعة الخير، وأخذ الألواح من البلوك ووضعها في مايلة على اللحد، وبدأ يضع الطين ويليسها بالطين حتى انتهى. ثم دفن الميت، ثم صلحوا قبره. ثم قام واحد منهم
يعظ الناس ويذكرهم بالتوبة إلى الله والعودة إلى الله قبل الموت والاستغفار والتقلل من المعاصي وكثرة الاستغفار. ثم استأذنوهم ورجعوا من حيث جاءوا، اتجهوا إلى الجبل. يقول بعد 10 دقائق العم حميدي انقسمنا ل3 مجموعات، قلنا يا جماعة الخير ما يصير، خلنا نشوف الجماعة ذولا منهم، يلا خلونا نروح ندور عليهم. راحوا يدورون عليهم وما لقوهم أبدا. هؤلاء يا جماعة الخير هل هم ملائكة من الله سبحانه وتعالى؟ هل هم من إخواننا من صالحي الجن؟ لا أستطيع أن أحدد شيء ولا أستطيع أن أقول شيء، لكن الذي روى القصة يرجح أنهم من الملائكة. القصة يا جماعة الخير رواها العم حميدي وهو الآن يبلغ من العمر تقريبا 80 سنة لأحد طلبة العلم في مكة المكرمة، التقى به وسمعها منه وسجلها صوت وصورة بحضور الشيخ حميدي. التصوير صراحة ما أعجبني والإخراج ما أعجبني، والقصة عظيمة جدا في خاتمة الصالحين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد يقيض للصالحين من يقوم بهم ومن يصلح حالهم. بحط لكم المقطع الأصلي للعم حميدي واللي نازل في اليوتيوب من 9 سنوات، بحط لكم في الوصف وفي التعليقات، وهذا هو التوثيق. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إيش الأعمال الصالحة اللي كان يعملها العم قفال ابن صالح المتوفى؟ إيش كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى؟ إحنا ما ندري، لكن الكرم والتوفيق الذي حصل عليه هذا الرجل يجعلنا نتفكر كثيرا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.